السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. والمشاهدين تاعي كلهم متتبعين ديال قناتي كنشكركم بزاف جزيل الشكر. اليوم غادي ندير ان شاء الله واحد المقارونيه خاليه من الجلوتين. نسمها بشويه ديال القديد كما كنا وجدنا في الفيديو الاول، والمذاق ديال الرفيسه غندير فيها شويه الحلبه كما غادي تشوفوا مع هذا البرد هذا، فكتكون زوينه بالنسبه للدراري الصغار حتى هما يقدروا ياكلوها. تقلل لي الكميه ديال ديك العطريه، كتجي زوينه وكتجي بنينه. بالنسبه للقديد ما غاش نكثروا باش ما يكونش مجهد، تعرفوا الدراري الصغار ما تيبغيوش، حتى كندير غير شي طرفه صغار. عندي هنا واحد البصله مقطعه، هاد المرميطه هادي غير بصيله صغيره ولا نص بصله لان الكميه عندي قليله. عندي هنا واحد شويه ديال الحلبه مزيانه كما كتعرفوا، جوج فصوص ديال الثوم، واحد المعلقه كبيره تاع العدس، معلقه كبيره ديال الفول يابس. وهنا عندي ورقه ديال الرند باش غادي نسم وهي اصلا مفيده. واحد شويه تاع السرغينه، واحد العرق تاع السرغينه صغير، وواحد شويه ديال خنجلان او خنجال كل واحد كيفاش كيقول له. وعندي شويه هنا واحد العود ديال القرفه. هادشي كله كيعطي واحد المذاق زوين. وشي طريفه صغار ديال القديد قطعت غير شويه باش ما يجينيش مجهد في هاد المقارونيه هادي. كتعرفوا الدراري الصغار ما تيبغيوش، اذا غنديروا غير طريفات صغار ما كيبانش المذاق ديالو. اصلا هي كانت داك شويه كنت مرطباه من قبل باش ما يعطيش المذاق تاعو ويطلق داك الجهد ديالو، كيبقى المذاق خفيف وما تيبانش. اذا غادي ندير شويه ديال الزيت في هاد البصله، ومن بعد غنشحر كلشي، يعني ما غاديش ندير طريقه سهله وبسيطه. غنرمي هاد شويه ديال الفول، كتعرفوا الفول الفوائد ديالو مفيد بزاف. شويه ديال العدس وجوج فصوص ديال الثوم. داك الطريفات ديال القديد، اللي بغى يدير الدجاج ولا حاجه اخرى يديرها، انا غير هذه فكره وصافي. داك العروق هادو باش غادي نسم غنخليهم حتى التالي. غندير غير شويه الحلبه اللي كيبغي شويه الوقت باش طيب. اذا ندير كلشي دقه واحده. غندير شويه ديال الزيت، طبيعه الحال زيت العود كنديرها بزاف مزيانه. ندير هنا شويه ديال الابزار، الزيت راه درتها كما شفتوا، وشويه ديال السكينجبير غير شي شويه. شويه ديال الملح. القديد ما مالحش لانه مرطباه بزاف د الوقت، كنت مرطباه بكري، يعني الملحه تاعته ما بقاتش فيه. اذا على حسب الذوق. هنا شويه ديال الخرقوم. غنخلط كل شيء وغنديه فوق البوطه. هنا واحد شويه ديال حب الرشاد، شويه اللي بغى يديروا اللي ما بغاش ما يديروش. انا درته وزوين مع البرد، راكم عارفين هادشي تينفع الصراحه الجسم. غير شويه لان غادي ياكلوها مثلا منها الاطفال ولا شي حاجه، فما نكثرش بزاف. اذا غادي ندير هادشي في البوطه نشحرو، وغادي نبقى نرمي دوك المواد اللي بقاو شويه بشويه. هنا حكيت واحد المطيشه طريه ودرتها من بعد ما تشحرت ديك البصيله. نحركهم هكا. غنزيد شويه ديال الماء الجهد فاش يطيب ليا داك المواد كاع اللي درت، ونغطيها ونخليها في البوطه ونمشي ندير حاجه اخرى. ما غاديش تشد لك الوقت ولا تحضيها ولا شي حاجه. هنايا ديك النوع تاع المقرونين اللي غادي ندير، كل واحد يدير النوع اللي عنده. حتى الناس اللي ما عندهمش مشكل مع القمح ياكلوها بهذه الطريقه بالمقرونيه الاخرى العاديه ديال القمح، هي سين جلوتين كما كتشوفوا هي. اذا غادي نخليها حتى كنوجد لاصوص ديالي، ومن بعد غادي نرجعوا ان شاء الله. كما كتشوفوا راه كاين بزاف ديال الانواع. انا هذا النوع هو اللي عندي، هو اللي فضلت باش نحضر به هذا الطبق ديالي. كطيب ما كتعطلش، هذه ما كتطلقش يعني.
من بعد ما غلات ديك لاصوص غادي نرمي داك العروق ديال القرفه وهذاك. بالنسبه للورقه ديال الرند غنخليها حتى الاخر. اذا دابا غادي نعمل واحد شويه ديال صوص طوماط، كتجي بنينه بصراحه، جربوها. غادي نزيد واحد شويه ديال الماء. جهد فاش طيب ليا ديك المقارونيه، وغادي نغطيها شويه تمشى فيها ديك تخلط دوك المواد كلهم، ديك مطيشه وداك الشيء. دابا راه غلات، غادي نرمي المقارونيه كما كتشوفوا. درت الماء اللي تشرب المقارونيه وما عادش نزيد الماء مره اخرى. صافي ديك هي الكميه حتى كتغطى ليا ديك المقارونيه. بالنسبه للعدس والحمص وداك شويه القديد هو طابو، يعني ماشي باقيين خضرين. خاصني غير هاد المده فاش طيب ليا المقارونيه وغادي يوجد لينا الطبق بسرعه. ملي غادي يغلى شي شويه غادي نقص له البوطه. غادي نرمي ديك الورقه ديال الرد. هنايا فاش نشوفو هكذا غادي نقص البوطه ونسد عليه ونخليها حتى كطيب على خاطرها. صافي غادي نسد دابا ونخليها حتى كطيب ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. صافي طابت لنا المقارونيه، لاصوص شربات هذيك المقارونيه مزيان. نطفي عليها ونخليها حتى كنوجد داك الطبق كما غادي تشوفوا ساهل وبنين. صافي وجدت ديك المقارونيه بالمذاق ديال الرفيسه وبشويه ديال القديد وبالمذاق ديال الرند، زعما فيها بزاف ديال هاد المسمات هادو. كتجي زوينه وكنبدلو من داك الحاجه اللي ديال مطيشه ولا صوص ولا نديرو فيها الكفته ولا نديرو فيها الدجاج ولا. فهذا طبق حتى هو صحي وما كتضركش ديك المقارونيه في كرشك ولا زعما اللي تيضروا لي بات. بهذه الطريقه ما كتوجعكش كرشك ما حتى شي حاجه. نتمنىكم تجربوها ان شاء الله، والتعليقات تاعكم دائما كيساعدوني. وشكرا والسلام عليكم.